كتاب محاط بالحمقى فكرته الأساسية بتقول إن أغلب مشاكلنا مع الناس مش لأنهم حمقى، لكن لأن كل واحد فينا بيتكلم ويفهم ويتصرف بطريقة مختلفة. الكاتب بيقسم البشر لأربع أنماط شخصية، وكل نمط ليه لغة خاصة، ولما تكلم كل الناس بنفس الأسلوب طبيعي تحس إنك مش فاهمهم أو إنهم مستفزين. أول نمط هو الشخص الأحمر، وده شخص عملي مباشر سريع في قراراته وبيحب السيطرة والنتائج. الأحمر ما بيحبش التفاصيل الكتير ولا الكلام الطويل، وبيحترم اللي يدخل في الموضوع على طول. لما تتعامل معاه لازم تكون مختصر واضح وتقول النتيجة قبل الشرح. النمط التاني هو الأصفر، وده اجتماعي متكلم متفائل وبيحب الاهتمام. الأصفر بيحب القصص والحماس، لكنه ما بيرتاحش للتفاصيل الكتير والأرقام. أفضل طريقة للتعامل معاه إنك تسمع له، تشاركه طاقته وما تكبرش الموضوع. النمط الثالث هو الأخضر، وده هادي طيب صبور وبيفضل البعد عن الخلاف. الأخضر بيحب الأمان والاستقرار، والتغييرات المفاجئة بتقلقه. لما تتعامل معاه خليك هادي، طمنه وما تضغطش عليه في القرارات. النمط الرابع هو الأزرق، وده تحليلي دقيق ومنظم وبيحب كل حاجة تكون محسوبة. الأزرق ما بيرتاحش للعشوائية وبيحتاج وقت يفكر قبل ما يقرر. التعامل الصح معاه يكون بالأرقام بالمنطق وبخطوات واضحة. خلاصة الكتاب إنك لما تفهم نمط الشخص اللي قدامك وتتكلم بلغته هو مش بلغتك انت، علاقاتك هتتحسن وسوء الفهم هيقل، وهتبطل تحس إنك محاط بالحمقى، لأن المشكلة عمرها ما كانت في الناس، المشكلة كانت في طريقة التواصل.